مرحبا اصدقائي، والله يسعد لي اوقاتكم جميعا. رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم رح نساوي فيه فرابتشينو، ورح نساوي فيه اسبريسو كومبانا، ورح نساوي فيه كافي لاتيه سنيكرز. بالبدايه حاب اذكركم بالاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد، ويلا نكمل الفيديو. واول شيء رح نساويه فهو الفرابتشينو. حتى نساوي الفرابتشينو اول شيء رح ناخذ 1 شوت اسبريسو. مثل ما حكينا بالفيديو الماضي، اهم شيء بالاسبريسو لحتى يكون فنجان اسبريسو صحيح هو الكبس والتسويه. تسويه البن والكبس، اذا كان الكبس صحيح والتسويه صحيحه فاذا الاسبريسو راح يكون صحيح ان شاء الله. مثل ما شايفين اصدقائي رح نكبس بهي الطريقه مثل ما حكينا بالفيديو الماضي. وبعد ما يصير عندنا الاسبريسو جاهز رح ناخذ خلاط، رح نضيف الاسبريسو اول شيء على الخلاط ورح ناخذ 150 ملي حليب بارد حصرا بارد، ورح ناخذ 1 بول ايس كريم فانيليا تقريبا 60 جرام، ورح ناخذ كاسة ثلج مليانة على الاخير، ورح نضربهم بالخلاط على سرعة متوسطة لمدة تقريبا 20 ثانية. وهيك راح يكون تقريبا عندنا الفرابي جاهز. اذا بتحبوا بتضيفوا فيه سيروب فانيليا كمان بيطلع اطيب واطيبين. فينا نضيف على الوش كريمة حسب الرغبة. انا الكريمة اللي عم بستخدمها هي كريمة شانتيه، وفيكم تستخدموا اي نوع كريمة، وفيكم ما تستخدموا كريمة، ما عندك اي مشكلة. وللزينة ممكن نحط شوكولات باودر. وهلا رح نساوي الاسبريسو كون بانا. الاسبريسو كون بانا هو عبارة عن شط اسبريسو زائد كريمة مخفوقة. بالبداية رح نساوي الاسبريسو. ولا تنسوا اصدقائي مثل ما حكينا وقت الكبس لازم تكون ايدنا بزاوية قائمة مشان يكون الكبس صحيح، لا مايل لا على اليمين ولا على اليسار. وطبعا الخطوة المهمة جدا احنا نكبس كبسة مي على الفاضي مشان اذا معلق رواسب من الفنجان القديم تنزل ما تنزل بالفنجان تبعنا. الاسبريسو اللي رح ناخده للاسبريسو كومبانا هو اسبريسو سولو، يعني فينا نقول معبى اكثر من نصف الفنجان بشي بسيط. شايفين هيك كيف عم ينزل اسبريسو بهي الكثافة بهي الكمية؟ هي انسب كمية للاسبريسو. يعني انت هون كابس صح، والبن عندك مطحون ومضبوط مزبوط، وامورك تمام التمام. طيب هلا بعد ما اخذنا فنجان الاسبريسو وصار عندنا جاهز، راح نجيب الكريمة. الكريمة انا بستخدمها كريمة شانتيه او كريمة سائلة، انتم بتخفقوها اللي بتحبوا، المهم انه تكون كريمة حلوة. مثل ما شايفين راح نحط الكريمة بهي الطريقة وبهي الكمية، ممكن تكون اقل او اكثر شوي حسب الرغبة او حسب رغبة الزبون. واذا حبيتوا تزينوا الكريمة ممكن تزينوها بهي الطريقة، ممكن تاخذوا حبات البن وتضيفوها عليها، وممكن تحطوا شوكولا بودرة او نسكافيه مطحونة، بيعطي شكل كتير حلو. ممكن ما تزينوها كمان. مثل ما كون شايفين هي الاسبريسو كومبانا. الاسبريسو كومبانا بنرجع بنعيد هي عبارة عن فنجان اسبريسو سولو زائد كريمة مخفوقة. وهلا اجينا للسنيكرز لاتيه. لحتى نساوي سنيكرز لاتيه اول شي رح نعتازه هو سيروب البندق. رح نضيف تقريبا بامب ونص للبامبين سيروب بندق. طبعا البامب هو يعني الضغطة الكبسة مثل ما نكون شايفين. ورح ناخد شوكولا، اي نوع شوكولا، ولكن يفضل الشوكولا تكون يعني شقرة، ما تكون شوكولا بمرة، تكون شوكولا بالحليب. بعد ما حطينا سيروب البندق وحطينا الشوكولا الشقرة رح نبلش هلأ نعمل فوم للحليب. مثل ما حكينا بالفيديو الاولاني لازم يكون الصب بهي الطريقة مشان ما يطلع معنا فقاعات على وش الحليب، وهي الفقاعات ممكن تضل اثناء ما نحن عم نعمل الفوم. ورح نجهز كمان الاسبريسو
رح ناخد 1 شوت اسبريسو، ولكن يفضل يكون سولو، بين السولو لللونجو، يعني ما يكون الاسبريسو تبعنا تقيل، يكون شوي خفيف. بعد ما سوينا الاسبريسو ووزعناه رح نكبسه بهي الطريقة مثل ما نكون شايفين، لا يمين ولا يسار، وايدنا زاوية قائمة. طيب رح نعمل كبسة من اللي حكينا عليها، كبسة مي على الفاضي، مشان اي بن زايد من الفنجان الاسبريسو القديم ما يطلع معنا بالفنجان الجديد. وبأثناء ما عم يتجهز فنجان الاسبريسو فينا نعمل الفوم بهذا الوقت، مشان يكون الاوردر يضل معنا سخن والحليب سخن والاسبريسو سخن. طبعا والاكيد انه ما رح ننسى نمسح الستيم، مثل ما اتفقنا لازم نمسح فورا الستيم اول ما نخلص من الفوم. هيك جاهز عنا الاسبريسو والحليب كمان جاهز. رح نضيف الحليب فوق الشوكولا او سيروب البندق بهي الطريقة. اول شي رح ناخد شوية فوم من الحليب، مشان ما اذا كتينا الحليب مشان ما ينخلط المكونات كلها مع بعضها، مشان يعطينا شكل حلو. مثل ما شايفين اول شي بناخد فوم، بعد ما اخدنا فوم بنحط المعلقة بقلب الكاسة وبنصب الحليب بهي الطريقة. وبعد ما صبينا الحليب رح نصب الاسبريسو شوي شوي مثل ما نكون شايفين بهي الطريقة. هيك صار عنا مثل ما شايفين طبقة 2 3، واخر شي في عنا فوم حليب. واذا بتحبوا كمان ممكن نضيف كريمة مخفوقة. وبما انه المشروب اللي عم نساوي هو سنيكرز فلازم نزينه بسنيكرز. رح نجيب بسكويت سنيكرز ونقطعها بهي الطريقة ونحطها فوق الكريمة مثل ما نكون شايفين بهذا الشكل. ورح نستعمل كمان صوص الكراميل للزينة. صوص الكراميل إذا بنحطه فوق الكريمة بيعطيها نكهة كتير طيبة. وهيك بيكون ساوينا مشروبنا اليوم، مشروبنا سنيكرز لاتيه. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.